الذي يحب الخير للناس يبشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم لصحابي: أتحب الجنة؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأحب للناس ما تحب لنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أخواتي تكونوا بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال نتوما والعائلة ديالكم وكل معز عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. اللهم ارحم والدي وارحم جميع أموات المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. كيف ما كتشوفوا خواتاتي، اليوم فيديو جديد على القناة. نتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم وتكملوا حتى الاخير. ولا كنتوا اول مره تشوفوا هذه القناه فما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكل مفيد. اليوم ان شاء الله نزولا عند الطلب ديال واحد الاخت قالت لي شاركي معنا الكرواسون بطريقه سهله ومقادير حتى هما يكونوا بساطين. ف كنقول لها كنعتذر منك، شحال هذه وانا كنقول كل نهار كنقول غادي نشارك معك هذا الفيديو، واليوم عاد كتاب وكنشارك معكم اخواتي هاد الطويجين هذا اللي صيبتو نهار اثنين. هذا يعني هذا الفيديو هذا صورته نهار اثنين. غادي نشارك معكم الطريقه ديال لي كرواسون. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم بطريقه سهله ومقادير بسيطه بزاف. اليوم ان شاء الله الخميس عاد تندير لكم المونتاج، حيت كان عندي شي ظروف ما قدرتش نصور وما قدرتش نحط لكم حتى شي فيديو. بالنسبه لهذا الفيديو راه كان مصور غير ما ساليتش باش غادي ندير لكم مونتاج. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو او المكونات اللي غنحتاجو بالنسبه لهاد الكرواسون او لي كرواسون، غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاجو 2 كيسان ونص ديال الحليب، يكون الكاس ديال العنبه. غادي نحتاجو 4 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجو الملح تقريبا واحد المعلقه صغيره او لا ناقصه شويه، المهم على حسب الذوق اللي بغيتو نتوما بالنسبه للملح. وغادي نحتاجو الخميره، حيت دابا بارد الحال غادي نحتاجو معلقه ونص. اما الا كان الجو هكايا دافي فنحتاجو غير معلقه او لا اقل شويه. دابا حيت بارد الحال ضروري نديرو معلقه ونص باش دغيا تجمع راسها وتخمر. صافي البنات، وكنحتاجو 4 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه. صافي كنعجنوا هاد المكونات هادو مزيان حتى تولي عندنا عجينه مطاطيه ورطيطه كتكون تتلصق في اليدين، وغادي نجمعوها نخليوها هكايا تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. وغادي نحتاجو الزبده ديال التوريق، يعني خاصه بالتوريق ماشي اي زبده، يعني انا استعملت الزبده اللي خاصه بالتوريق. فكاينين بزاف ديال الانواع، تقدروا ديروا اي نوع. هنايا انا كانت عندي هاد الايديال هادي، غادي نستخدمها. يعني تخدموا باي حاجه، بونه او لا، المهم كاينين بزاف ديال الانواع، اي نوع بغيتو تستخدموه ولا مولفين تتشريوه يعني استخدموه. وبالنسبه للشوكولات فغنستخدم انا هاد الشوكولات باطوني، وتقدروا تستخدموا حتى هاد الشوكولات هذا ديال يعني هاد المعجون ديال الشوكولات، حتى هو كيجي زوين. يعني تيجي زوين في البريوش، تيجي زوين في يعني في جميع هاد الفطائر، فكيجي فيهم هاد الشوكولات زوين حسن من هذاك اللي كيكون هكايا مربع، كيجي شويه قاصح ملي كيطيب. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي راه ضاعف الحجم ديالها ما شاء الله، طلعات مزيان. ما خداتش بزاف ديال الوقت حيت هكايا عجنتها دغيا. بالنسبه للبنات الحليب ما عرفتش واش قلت لكم، غادي نحتاجو 2 كيسان ونص ويكون الحليب دافي. يعني 2 كيسان ونص ديال العنبه. وغادي نعجنو مزيان. يعني انا عجنتها في العجانه فدغيا تعجنات، ما خداتش الوقت يعني حتى بردات، فداكشي باش دغيا طلعات. وقسمت هاد العجين هذا ل6 ديال القطع، باش ندير معكم 3 ديال الانواع ديال هكايا. نديرو الشنيك ونديرو لي كرواسون. يعني باش يعني حيت انا كنصور غادي ندير معكم، بغيت ندير معكم هاد الانواع كاملين، فتقدروا نتوما ديروا غير نوع واحد. يعني هاد العجينه هذه باش تعطيكم واحد الكميه مزيانه ديروا يا شنيك يا كرواسون، يعني اي حاجه بغيتوها. غير انا حيت كنصور فقسمت ديك العجين يعني باش نوريكم هاد العجين لاش صالحه.
صافي البنات، من بعد ما قسمت العجين لهاد 6 ديال القطع، غادي نسرح واحد القطعه على شكل مربع اولا مستطيل كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لي هنا انا استعنت بهاد هاد السيليكون، يعني هاد الفراشه ديال السيليكون، فالعجينه ما كتلصقش فيها بزاف، يعني ما استعملش الدقيق. الا بغيتو تستعملوا الدقيق فاستعملوا هكا شويه ديال الدقيق. ما بغيتوش، المهم غادي تحاولوا باش ما تلصق لكمش العجينه، حيت هي مع الرخامه اولا مع هكايا شي خشبه الا كنتو كتسرحوا فوق منها غادي تلصق العجينه. غير هاد السيليكون هذا راه كيعاون، ما كيخليش العجينه هكا تلصق. المهم الا كانت تلصق لكم العجينه تقدروا ديروا واحد شويه ديال الدقيق. صافي هنايا بالنسبه للزبده، حيت بارد الحال بزاف فذوبتها، حيت ما يمكنش باش غادي نديرها وهي ما دايباش، حيت بارد الحال بزاف. يعني نقولوا غادي نخليوها في حراره المطبخ، حراره المطبخ دابا تحت الزيرو. صافي البنات، وكندهنوا لها واحد يعني داك المستطيل اولا مستطيل، يعني ماشي مربع. دهنت لها واحد الكميه ديال الزبده وحطيت المستطيل الثاني فوق منها، وكنحاول انني هكا نثبتها بيدي باش تلصق مع بعضياتها. وغادي نعاود ندهن الوجه ديال المستطيل الثاني حتى هو بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوزو صافي نربعوها بحال شي مسمنه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، ونعاودوا الجهه الاخرى حتى هي ننزلوها بحال هذا الشكل هذا، صافي نطويوها بهذه الطريقه يعني بحال شي مسمنه. صافي البنات، ومن بعد كنلويها هكايا في السلوفان اولا ننزل عليها شي منديل ونخليها ترتاح باش منين نبغي نطلقها يعني تعطيني الطوع وما تطرطقش ليا. يعني بهذه الطريقه هذا كيف ما كتشوفوا درت لها شويه ديال السلوفان، غير هذاك اللي كنت منزله فوق ديك الزلافه فاش خمرات، ودرت عاود نفس الطريقه لجوج ديال الاجزاء، يعني جوج ديال المستطيلات بنفس الطريقه اللي شفتوا معايا في الاول. صافي غادي نعاود يعني نردها بحال المسمنه، وغادي نحطها في هذا البلاستيك هذا ونخليها ترتاح. هادشي اللي كاين البنات. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه فتقدروا ديروا جميع الانواع بنفس الطريقه. هنايا غادي ندير معكم طريقه واحده اخرى، ولكن راه تقدروا جميع يعني كل جوج كرات ديال العجين ديروا لهم نفس الطريقه. حتى بالنسبه لهاد الطريقه اللي غتشوفوا معايا فانا غير بغيت نعطيكم بزاف ديال الاختيارات اللي عجبتها شي حاجه ديرها. بالنسبه لي هنا فهاد هاد الكريسات ديال الخبز غادي نحاول انني نسرحهم ويبقاو لي هكا دائريين، ماشي نربعهم اولا نردهم مستطيل. المهم البنات، غير بغيت نعطيكم يعني طريقه واحده اخرى، يعني تقدروا ديروها الا ما بغيتوش ديروا ديك المستطيل واحد فوق واحد. صافي سرحت الاولى يعني على شكل دائري، واخا المهم ملي كنسرحوه بالمدلك فاكيد انه تيخسر لنا داك الشكل الدائري. فهنايا غادي نسرح غير شويه بالمدلك وغادي نكمل غير بيدي باش يبقى لي داك الشكل دائري كيف ما كتشوفوا. صافي البنات، المهم خصنا نتحصلوا على جوج ديال الدوائر بهاد الطريقه هذه. وهاد الطريقه هذه ما كتاخذش بزاف ديال الزبده بحال الطريقه الاولى. الطريقه الاولى راه كنديروا الزبده في المستطيل الاول والزبده في المستطيل الثاني. هاد الطريقه هذه فكنديروا الزبده غير في جهه واحده، يعني ما كتاخذش بزاف ديال الزبده. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم انا كنحاول انني نسرحها، حيت يعني غير كي كورتها كي بديت كنسرحها، فاكيد ان العجينه منين كنكونوا عاد كورناها راه كتكون شويه صعيبه في التسراح. هنايا كنت قلت لكم راني استعملت غير نص يعني ديال 250 غرام. راني زدت تقريبا واحد الطريف، تقريبا واحد 2 معالق نقولوا، باش تكفاني الزبده. يعني بالنسبه لهاد العجينه هذه فخدات ليا تقريبا نقولوا
هي هذيك الزبده كامله فيها 250 غرام. نقولوا حنايا غتكون هاد العجين خدات ليا واحد 170 غرام تقريبا ديال الزبده ديال التوريق. صافي وكنسرح هاد الزبده عاود بنفس الطريقه. فانتوما كتسرحوها ومع الجو بارد تتبقى تشمع في البلاصه، ما كتبقاش هكا يعني جاريه، دغيا كتشمع بحال الا درتو الزبده وهي يعني ما مذوبه ما والو. صافي وكننزل الكره الثانيه كننزلها فوق منها، كنعاود نسرح شي شويه ونثبت هذاك العجين على بعضياته كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوزو باش نقطعو ونديرو ديك الهلاليات ديال الكرواسه، يعني ماشي اللي كتكون مربعه، غنديرو ديك الهلاليات. صافي غادي ندوز شويه هكايا المدلك باش داك الوجه ديال العجينه يولي مسطح. صافي وغادي نجيبو هكا قطاعه ولا موس ولا اللي عندكم، ولا هاد الجراره ديال البيتزا. صافي وكنقطعو على 4 ونعاودو نقطعو هكايا كل ما بغيتو، يعني المثلث حتى الا بغيتو تزيدو تصغروه اكثر. دابا انا حيت درت هاد الكويرات صغار فما يمكنش غادي نزيد نصغرهم اكثر، حيت هادو راه غيجيو صغارين، زعما ما صغارينش بزاف، ولكن راس زعما هما هادوك في الحجم. وكاينين شي وحدين اللي جاوني صغارين كاع صغيورين يعني بحال ما قطعش داكشي، ما قطعتش دوك المثلثات مقادين. كنحاولوا اننا نجروا شويه داك المثلث من الجهه ديال الراس، يعني ومن البدايه. صافي وكنديروا هكايا واحد الفتحه في الوسط ديال هذا المثلث هذا. كنديروا الشوكولاط ولا نديروا اي حاجه بغينا نحشيو بها هاد الكرواسون. صافي البنات وكنمشي بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين ديالي كامل. بالنسبه لهاد الطريقه البنات تقدروا ديروها، يعني ديروا دوائر وديروها الطريقه هذه. تقدروا ديروها مربعه فحال الشكل الاول اللي باقي ما سرحتوش، وتقطعوها مثلثات، يعني يكون داك المستطيل. غادي ملي غتسرحوا العجين على شكل مستطيل وغادي تقطعوها مثلثات حتى هي كتجي زوينه بزاف، وكتجي يعني طالعه اكثر من هذه، حيت هذه فيها غير 2 ورقات ديال العجين، ماشي بحال هذيك مربعه راه مورقه اكثر. وكتجي حتى يعني تجي كبيره، ما تجيش صغيره. هذه راه جات صغيره حيت فيها غير 2 ورقات، جات يعني صغيره ماشي كبيره. صافي البنات يعني بهذه الطريقه كنمشي حتى نكمل تندير داك الشوكولاط باطوني تمايا. كيف ما قلت لكم تقدروا في هاد البلاصه اللي كندير انا الشوكولاط باطوني ديروا نتوما الشوكولاط ديال الدهن، فاكيد اي واحد راه كيكون عنده الشوكولاط ديال الدهن في الدار. اما الشوكولاط باطوني فكتشريه غير الا كنتي نيت واقفه بغيتي ديري به شي حاجه. هادشي اللي كاين البنات. وتقدروا ديروا الفرماج، تقدروا ديروا اللي بغيتو. بالنسبه لهنايا فسرحت ديك المسمنه، وغادي نحيد هاد الجوانب هادو كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، وباش نساويو داك الشكل ديال داك المستطيل نحيدو دوك الزوائد، وحتى التوريق يكون باين لينا. صافي وكنعبر هكا غير بالصبعان ديالي، كندير 4 الصبعان وكنقطع. صافي بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا هاد العجينه هذه غير شكل واحد كاملين، كل مره تنوعوا ديروا شكل. صافي وكندير الشوكولاط كيف ما تنخلي واحد المسافه وكندير الشوكولاط، كندير هكا واحد الشريط ديال الشوكولاط، وكنعاود نطوي وكنعاود ندير الشوكولاط ونعاود نطوي. ملي كنوصل لديك الحاشيه كنبرك شويه على العجينه باش تلصق ليا، باش منين نبغي نطيبها ماشي تحل. صافي بهذه الطريقه. المهم الصوره راه يعني مبينه اشنو كاين، والصراحه كيجيو زوينين بزاف. هادو راه جاو عاليين، يعني
ماشي بحال الهلاليات. هذوك المثلثات راه جاو شويه معالينش، حيت فيهم غير ورقه على ورقه، يعني غير جوج وريقات. اما هادو حيت مورقين فجاو عاليين، واخا راني يعني بسطتهم شويه ورغم ذلك جاو عاليين وجاو الصراحه زوينين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد العجين، فهي عجينه اللي ما فيهاش بزاف ديال المقادير، ساهله. تيعكزنا شويه هاد الوقت حيت بارد الحال، داكشي باش ما كنديروش شويه د الفطائر. اما هو فالصراحه تيجيو زويونين ساهلين دغيا دغيا كيوجدوا. كنعرفوا دابا بان هاد لي كرواسون يعني ولاو دايرين الثمن في المخابز، يعني تزادوا بزاف. ما كاينش شي حاجه اللي قل من 3 دراهم. صافي البنات، هنايا استعنت شويه بالدقيق باش ما تطرطقلياش ديك الزبده. ماشي بحال العجين خاويه ما فيها لا زبده لا حتى شي حاجه. تجي شويه سهله، اما يعني ما كاين ما يطرطق فيها. اما هذه اللي كتكون فيها الزبده فمع هذا السيليكون تتبقى تطرطق، وحنا ما خاصناش تطرطق لنا العجينه وتخرج ديك الزبده لبرا. يعني خصها تبقى مخزونه في وسط العجينه باش تعطينا داك التوريق. وهنا البنات بالنسبه للعجين، يعني اخر عجين او لا اخر مسمنه فغادي نديرو بها الشنيك. وفي الحشو درت كريم باتيسير. بالنسبه لكريم باتيسير فما صورتوش معكم. درت تقريبا كاس ديال الحليب، درت معاه 2 معالق ديال بودره الكريم باتيسير، ودرت 2 معالق ديال السكر، ودرت واحد الفاني درتهم فوق البوطه، وبقيت تنحرك ما كنرصاش التحريك نهائيا حتى عقدت ليا ديك الكريمه. وزدت هكايا واحد نص معلقه ديال الزبده وغطيت عليهم. فهو راه الصراحه ما بردات ليش بزاف، حيت حتى الاخر لحظه عاد درتها ما بردات ليش بزاف. راه تكون باينه لكم بانني يعني ما برداتش مزيان. صافي البنات، نسرحها فوق داك المستطيل. وبالنسبه لداخل البنات، يعني فوق في وسط الكريم باتيسير درت شويه ديال الزبيب، ودرت شويه ديال الشكلاط حبيبات. صافي البنات، وكنرولي وما كنكونش يعني ما نزيرش بزاف. بالنسبه لي فانا درت يعني بزاف ديال الكريمه. هاد الكريمه اللي درت هاد الكاس فهو اكثر من هاد العجينه، يعني جاتني عامره مزيان. تقدروا ديروا الا كنتو غديروا غير طريف قد هكا ديروا غير نص كاس بالنسبه للكريم باتيسير. وممكن تعوضوا الكريم باتيسير هكا بواحد 2 معالق ديال الكونفيتور. صافي البنات، وكنقطعها بالخيط، كنقطعها بالخيط وكننزل حيت فيها هذيك الكريمه. الا بقينا كنسرحوا بيدينا فكتبقى تلصق لينا، ما هي كتسرح ما هي كتخلينا نسرحهم قادين. فدرت هكا داك البلاستيك غذائي تنحطو فوق الشنيك وكنسرح على خاطر كيجيني ساهل. نسرحوه، بغينا يجي رقيق فنسرحوه مزيان حيت يزيد يطلع. ما بغيناش يجي هكايا رقيق نسرحوه غير شويه ونخليوه. صافي البنات بهذه الطريقه هذه. وكنخليو المهم هذاك الكرواسون اللي مربعه فحطيتها كتخمر، لا هي لا دوك الهلاليات او لا هذيك المستطيلات. فحطيتهم تيخمروا. والصراحه البنات وقع لي واحد المشكل في هاد، يعني فاش درت هاد الفطائر هادو، فكان تيطيح لي كل مره تيطيح لي الديجانكتور. عندي شي سيركوي كاين عندي في شي بريز، كل مره تيطيح لي الديجانكتور. كل مره كيف ما كتشوفوا راه خمروا مزيان. هنايا كنت شعلت الفران ونقصت ليه، يعني سخن شويه غير كان دافي، وانا نحط فيه حطيت فيه هاد لي كرواسون هادو. وحتى لي كرواسون المربعين حتى هما حطيتهم فيه. صافي يعني كان طافي وغير دافي شويه وصافي باش دغيا يخمروا. فخمروا مزيان. دهنتهم بالبيض. طربت واحد البيضه، درت معها واحد شويه ديال الحليب، وغادي يعني ندهن كرواسه هكايا عادي. تقدروا تزينوا هكايا الوجه ديالها بلوز ايفيلي، تقدروا ديروا اللي بغيتو. فانا درت لكم داكشي عادي. وحتى حيت كان بقى تيطيح ليا داك كل مره تيطيح الضو بحال ضغط حيت هاد لي كرواسون ما كيبغيوش
ما كيبغيوش انك تحل عليهم الفران. يعني هذه نصيحه. ما كيبغيوش تحلي عليهم الفران حتى تيطلعوا مزيان. ولحقيتي الا حليتي الفران غادي يهبطوا وما كيبغيوش يطفى عليهم الفران. كيف ما كتشوفوا البنات هنايا هاد لي كرواسون اللي مربعين فجاو طالعين وجاو مورقين، ولكن للاسف ان الفران طفى ليا 2 ديال الخطرات، يعني حتى طلعوا مزيان وطفى ليا الفران، وعاود رديت الضوء وشعلته ويعاود طفى ليا عاود مره اخرى. المهم عذبني، ما عرفتش انا واش كان غيوقع لي داك المشكل. اما انا ما نديرش الصراحه هاد لي كرواسون مع الضوء ماشي هو هذاك، وكنت غير بوحديتي في الدار. المهم حاولت نقاد هذاك المشكل، ولكن ما كانش عندي البريز اللي غادي نعوض به داك البريز اللي كان فيه مشكل. داكشي باش كل مره كان تيطيح وصافي وخليته. يعني كملت الطياب عادي. كيف ما كتشوفوا الكرواسه ديالنا جات زوينه. هذه راها كانت طلعات في الفران مزيان، ولكن ملي طفى الفران هبطات. هادشي اللي وقع ليها. وبالنسبه للشنيك فالشنيك خدا حقه، يعني ما هبطت، ما طفى عليه الفران ما والو، جات صراحه زوين بزاف. هادشي اللي كاين البنات، وهذا هو الشكل ديال لي كرواسون ديالنا. نتمنى الاخت اللي طلباتني يعجبها الفيديو وتجربهم. فاكيد انك ما يطفالكش الفران وما تحليش عليهم، يعني حتى يطلعوا مزيان. العافيه تكون غير من التحت، يكون الفران سخون، ومنين ندخلوهم نقصوا الفران ونخليهم حتى يطلعوا مزيان. ما نحلوش عليهم الفران. مني يطلعوا مزيان نشعلوا عليهم من الفوق يتحمروا وعلى خاطرهم. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم.